أجمل أيام عمرنا. تعالوا نعيش يوم الجمعة زمان بكل تفاصيل. أهلا ومرحبا بكل أصدقائي في أجمل أيام عمرنا اللي عمرنا ما ننساها أبدا، وذكريات حياتنا هتفضل محفورة جوانا وهتعيش وهتفضل باقية طول حياتنا مهما نروح ومهما نيجي. هي أجمل أيام عمرنا. وبسرعة ماما تنده أختي التانية عشان تنزل تجيب العيش. كل ده والساعة لسه ما جاتش 9 أصلا. نطلع بقى من ماما بقى بتعمل ايه؟ ماما بتحضر جبنة قديم بالطحينة، وماما تزعق تقول يلا اللي عليه الدور هينزل يجيب الفول. والفول طبعا كالمعتاد من عربية الفول اللي واقفة تحت. عم محمد بتاع الفول أحلى فول عنده، أحسن من فول المطعم. طبعا ماما تقول فول المطعم وحش، احنا نعلم هو فول ايه ولا محطوط عليه ايه. انزلوا وجيبوا الفول لينا. كالمعتاد أنا أنزل أجيب الفول، ويا ترى مين اللي عليه العيش؟ كل ده أول ما بنصحى من النوم. يلا نفتكر كده، يلا نفتكر كده. صحينا وفوقنا ودخلنا الحمام وصوت البابور مش عادق ومش عارفين ننام. وفجأة ماما بتنادي علينا كل واحد هيعمل دوره ايه. اللي عليه هينزل يجيب الفطار، واللي هيجيب العيش، واللي هيكون واقف مع ماما. تعالوا بينا يلا نعيش يوم الجمعة زمان بكل تفاصيل. الصبح بدري بنصحى على صوت الغسالة والبرميل والبابور وعليه حلة الغلية. ماما بتزعق بتقول كفاية نوم، اصحوا يلا عشان النهاردة هنغسل وعاوزين الملايات. بنصحى من النوم مع ماما عشان نقعد معاها، لكن بتحصل أحداث كتيرة جدا معايا. وتعمل ماما طبق الجبنة القديمة بالطحينة والطماطم والزيت والجرجير طبعا، وبناخد العيش عشان نهويه. وبتحضر الفول وبتعمل الطعمية وتقليها. وطبعا بتشوف الغسالة اللي شغالة في نفس الوقت. وكل ده نجري احنا منها عشان نروح السينما. كان في الوقت ده الطفولة كانت جميلة عشان السينما نشوف أفلام جميلة. وكان معتاد كان فيلم الجميل اللي كان بيمتعنا اللي هو الأفلام الهندية. وطبعا بنستنى نقعد نسمع فضيلة الشيخ الشعراوي.
وبنستعد للصلاة الجمعة اللي فيها نتقابل مع جيراننا وأصحابنا، والعيلة بتيجي من مكان لمكان. خالي وعمي ومراته ومرات عمي طبعا كانت بتيجي في الوقت ده. كنا بنقعد قعدة جميلة، وبيقعدوا في البلكونة يحكوا عن ذكريات زمان مع كوباية الشاي اللي كانت بتمتحهم وهم في البلكونة. كان الحب مالي قلوبهم في الوقت ده، وكانوا يقولوا فلان مات، فلان عاش، وهم عاملين ايه، وحياتهم عاملة ايه، والدنيا حلوة. طب في البلد الناس عاملة ايه؟ طيب هل دلوقتي زي زمان؟ لا طبعا. بيحكوا يقولوا كده. واحد بيروح مكان، لكن بنقضي يوم جميل جدا، لأن أنا بكون مع ولاد عمي وولاد خالي. مفيش فرق بين ولاد وبنات في الوقت ده، وكنا نذاكر سوا. انت عندك آلة حاسبة، عندي آلة حاسبة. فكان اليوم كان بيبقى جميل جدا في طقوسه في كل مكان. وبتختلف كل الطقوس ديت والذكريات المحفورة جوانا من مكان لمكان على حسب كل واحد معاش فيها، لكن بتفضل محفورة في قلوبنا. وأحلى ذكريات حياتنا، وذكريات مليانة حب ودفى، وحاجات لا يمكن تتنسي أبدا مع مرور الزمان، وهي أجمل أيام عمرنا. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، وأهلا ومرحبا بكل أصدقائي. كانت معكم الشاعرة والأديبة سوسن النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.